بعد الفوز 2-1 على جيرونا راح اختار مين كان افضل ثلاث لاعبين واسوء ثلاث لاعبين من برشلونه، اعطوني مساحتي وتابعني. بالبدايه تعالوا نحكي على السريع على مستوى اللاعبين. نبدا بتشيزني. بصراحه تعامله مع هدف جيرونا كان جدا غريب، ولكن بنفس الوقت عمل بعض التصديات الحاسمه. كوبارسي قدم شوط ثاني جدا ممتاز بصراحه، بتوزيع اللعب وعمليه البناء كان ممتاز، وايضا في ادواره الهجوميه وسجل ولكن لغى الهدف. ايضا غارسيا بصراحه قدم مباراه ممتازه سواء بالصراعات ايضا دفاعيا وحتى هجوميا، صانع ل 31 فرص. اظهره برشلونه بالدي وكوندي تاثيرهم من الهجوميه كان يكون منعدم فعليا، بالدفاع كانوا سيئين، ما كانوا قادرين يطبقوا مصير التسلل بشكل مثالي، حتى بالخروج بالكره كانوا سيئين. كاسادو انا لحد الان عند رايي بصراحه انه اللاعب جدا محدود. بيدري وديون كانوا عم بيحاولوا يقوموا بادواره، اللاعب ما كان له اهميه كبيره في الملعب. انا مسحور ببيدري، خاصه بدايه المباراه. بيدري كان عالي، بيدري كان خيالي، بيدري كان ساحر، وفعلا سجل هدف فيه شيء من ميسي، ولكن بنفس الوقت بيدري بكثير من اوقات المباراه خسر كثير كرات، اخطا بكثير تمريرات، فقد تركيزه. واذا بيدري قصر شوي، في عندك فرينك ديونج اللي قدم مباراه مثاليه بصراحه، دفاعيا هجوميا بدنيا، وهو اللي صنع هدف الفوز. فيرنانديز عمره 17 سنه، اول مباراه له مع الفريق الاول، طبيعي يكون عليه ضغوطات، وبصراحه كان مختفي وما له اثر. انا منبهر بصراحه بتطور راشفورد، ولكن الامر اصبح طبيعي مع فليك. راشفورد فعلا بكل مباراه عم بيحاول بكثير لقطات، وفعلا بهذه المباراه نعم ضيع فرص سهله، بنفس الوقت كان سيء الحظ ببعض الفرص الاخرى. لامين واضح انه مش بكامل جاهزيته، ورغم كل هذا شفنا فرص خطيره من جهته، ولكن ببعض اللقطات كان يميل للاستعراض عن الجماعيه. بالنسبه للبدلاء، اراوخو مهاجم خيالي سجل هدف الفوز، مارتين ما قدم شيء يذكر بصراحه، روني بردغجي تاثيره الهجومي واضح وحاول، كريستنسن لحد الان برايي هو افضل مدافع في برشلونه وبيستاهل الاساسيه، فيرمين لوبيز حاول بكثير لقطات وعمل نقله نوعيه فعليا في هجوم برشلونه وكان راح يسجل. بالنسبه للاسوء بالمركز الثالث راح اختار كوندي، الثاني فرنانديز والاول كاسادو. اما بالنسبه للافضل بالمركز الثالث راح اختار بيدري، الثاني اراوخو والاول ديونج.